لتسمح للجزائر أن يعني تؤكد دورها المحوري وفي مجال الطاقة والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. هذا ما شاهدناه اليوم في يعني المداخلات كل من سفير الاتحاد الأوروبي وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية رغبة مشتركة لتعزيز هذا التعاون في مجال الطاقة. وكما تعلمون أن الجزائر مورد موثوق تاريخي للطاقة خاصة من الغاز الطبيعي، وهدفنا أننا نعزز هذا الدور لأن نصبح كذلك مورد موثوق وللاتحاد الأوروبي ولشركائنا في ألمانيا من الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. والجزائر لها كل المؤهلات من الطبيعية والجيو استراتيجية وحتى الموارد البشرية لتلعب هذا الدور المحوري كما لعبته في مجال المحروقات في مجال الغاز. احنا كلنا استعداد لنلعب هذا الدور يعني دور ريادي في مجال الطاقة. والجزائر يعني ساهمت في أمن الطاقة على مستوى المنطقة المتوسط وعلى منطقة البحر المتوسط الأورو متوسطي، وكلنا عزيمة وإرادة. وهذه يعني عزيمة السيد رئيس الجمهورية لكل مناسبة يؤكد بأن الجزائر يعني مورد موثوق للطاقة، ولا بد أننا أن نعزز هذا الدور بإدراج الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.